ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. فيلمنا بيبدأ مع واحدة بتصحى من النوم وهي على سرير في أوضة فندق، وبتكون مش عارفة هي فين، وبتلاقي إن جنبها راجل وما تعرفوش، وأول ما بتشوفه بتحاول تقوم من جنبه، فبتتألم بشدة لدرجة إنها بتصرخ من الألم. وده بيخلي الشخص اللي نايم يقوم عشان يعرف مين اللي بتصرخ قدامه، وبتحاول تقوم تاني فبيتألموا هما الاتنين، ومبتقدرش إنها تبعد عنه أو تقوم من جنبه. فبتسأله هو مين، وبيكون هو كمان مش عارف هما مين ولا جم هنا ازاي، وبيطلب منها تهدى لأنها كل ما تقوم هو كمان بيتقل، ولأن واضح إنهم متعلقين ببعض. لكنها مبتسمعش كلامه وبتحاول تقوم تاني، فبتصرخ في وشه وبيطلب منها إنها تحاول تهدى شوية، لأن عنده صداع شديد في دماغه. بيحاول يعرف سبب تعلقهم ببعض، وبيلاقي إن في شاش طبي محطوط على المكان اللي مش قادرين ينفصلوا عن بعضهم منه، وبيعرف إنهم متخيطين بطريقة طبية، لكن بيخبي عليها وبيقول له إنهم غالبا ملزوقين ببعض. وما بتصدقش كلامه فبتحاول إنها تقوم تاني، وبتشد الخياطة اللي ماسكة فيهم، وبيتعذبوا هما الاتنين، وبيقول لها إنهم لازم يفهموا هما فين وإيه اللي بيحصل له. وبعد ما بيهدوا بيسألها عن آخر حاجة هي فاكراها، فبتقول له إنها كانت نازلة من بيتها والمفروض رايحة المكان اللي فيه جوزها عشان تقابله هناك، وبعدها مش فاكرة أي حاجة. وبيبدأ هو كمان يحكي لها إنه كان عنده ميعاد مع واحدة ومش فاكر أي حاجة بعدها، وأكيد هما الاتنين اتخدروا واتعمل لهم العملية ولزقوا في بعض، وإن الصداع اللي هما فيه ده بسبب المخدر اللي خدوه. فبتخاف أكتر وبتلاقي فعلا في علامة إبرة في إيديه، وبتبص على مكان اللزق وبتلاقي إن في خياطة، وبتفهم إن هما متخيطين في بعض، وبتتجنن أكتر. وبيقول لها إنه خبى عليها عشان ما تخافش أكتر زي ما هي بتعمل دلوقتي، وبيحاول يهديها وبيفهمها إن الخياطة في الجلد معنى كده إنهم لو لقوا أي حاجة يقطعوا بيها الخيط هيتفكوا ويقدروا يتحركوا براحتهم. بتحاول تهدى من اللي هي فيه وبتبص حواليها وبتاخد بالها إن قدامها لوحتين شبه بعض، عينيهم مجوفة كأن في حد مراقبهم من خلالها. ويبصوا على باقي الأوضة وبيلاقوا إنهم في أوضة فندق، وما بيلاقوش أي حاجة حواليهم ولا الموبايلات بتاعتهم حتى، بس هي بتكون لابسة حلق مش بتاعها. وبتقلعه فورا وبتلاقي إن قدامها تليفون، فبتعرض على الراجل إنهم يتحركوا ناحية التليفون يجربوا يتصلوا منه، فبيقول لها إنها ما تتعبش نفسها وتحاول توصل له، لأن أكيد اللي خاطفهم مش سايب التليفون شغال. ويتكلموا سوا بيحاولوا يلاقوا أي حاجة مشتركة ما بينهم على أمل يوصلوا لسبب خطفهم هما الاتنين. وبيبان إن في فرق مستوى ما بينهم هما الاتنين، ومفيش أي حاجة مشتركة ما بينهم. وبتسأله عن سنه، فبيقول لها إنه عنده 38 سنة، وبتقول له هي عندها 33 سنة. فبيكملوا تفكير وبتلاقي هي ريموت كنترول فوقها، فبياخدوا منها وبيقول لها إن هما أكيد متراقبين، وإن في كاميرات بتراقبهم مخيفة في أي مكان، وبيسمعوا صوت كلاب فبيخمنوا إنهم جنب مأوى كلاب. وبتقوله إنهم لازم يوصلوا للتليفون يمكن يكون شغال، لكن إنهم يقوموا من على السرير سوا بيبقى صعب جدا عليهم. فبيقول لها إنها تنفذ كلامه وهو هيشيلها ويقوم بيها من على السرير عشان ما يتقلبوش أكتر. وبيقول لها إن اسمه ديفيد، وبيتعرفوا على نفسها إن اسمها سارة. وبيقول لها إنهم هيقوموا مرة واحدة ولازم تفضل ماسكة فيه كويس جدا. لكنه أول ما بيقوم بتصرخ سارة من الألم ومبتقدرش تقف على رجليها، وبتقع على الأرض وبتشد ديفيد وراها، وبيقعوا هما الاتنين. وبيقول لها إنها كانت لازم تتماسك أكتر من كده، وبيمسكها تاني وبيقوم بيها من على الأرض. والمرة دي بيقدروا إنهم يقفوا سوا وبيتحركوا بنفس الخطوات لحد ما بيوصلوا للتليفون. وبتشوف سارة التليفون، ويمد ديفيد إيده عشان يوصل للمية عشان بيبقى عطشان جدا، وما بيهتمش إن فيها مخدر أو سم، لأ لأنه بيكون عطشان جدا. وبيدي سارة تشرب هي كمان عشان يقدروا يفكروا سوا هيعملوا ايه. وبيروح على أقرب شباك عشان يبص منه وبيعرفوا هما فين، لكن بيكون الشباك مقفول ومفيش أي حاجة. فبتجري سارة ناحية الباب وبتفضل تصرخ منه عشان أي حد يسمعها، وبيحاول ديفيد إنه يهديه. فبتقوله إنها صحيت في مكان مجهول ومتخيطة في راجل ما تعرفوش، ممكن يكون اعتدى عليها، ازاي هتبقى هادي. فبيزعق لها وبيقول لها إنه متخيط هو كمان، ازاي اعتدى عليه، لأنه لو اعتدى عليها أصلا كان اختفى من قدامها وهرب، وكان زمانه مش متخيط. فبتسأله من رعبها وبتتأسف له، وبيلاقوا إن في حمام قدامهم، فبيفتكروا إن ممكن حد يكون قاعد فيه، وبيروحوا ناحيته هما الاتنين، وبيكونوا ماشيين سوا لحد ما بيفتحوا ويلاقوا فاضي. وتقوله سارة إنها عمرها ما تعرضت للذل ده في حياتها، فبيقول لها إنها لازم تتماسك عشان أكيد في حد خايف عليها وقلقان من غيابها. فبتقوله إن محدش أصلا مهتم بيها،
وبتسأله لو كان في حد ممكن يدور عليه، وبيقول لها إنه كلبه هو الوحيد اللي مستني يوصل بيه، غير كده مفيش حد، لأنه وحيد هو كمان. وفجأة النور بيقطع عليهم وبيحسوا في حركة في المكان، وبعدها النور بيجي وبياخد ديفيد باله إن في كدمات على ظهر سارة، فبيسألها لو بتتألم منها، لكن بتكون مش حاسة بأي ألم. وبيلاقوا إن في حباية قدامهم، وبيخمن ديفيد إنها مسكن وبيديه لسارة عشان تاخدها، لكنها بتستغرب إنه بيديها المسكن وهو اللي عنده الصداع أقوى منها. ولكنها مبتهتمش هل الحباية دي مسكن ولا مخدر ولا سم، لأن مفيش أسوأ من اللي بيحصل لها دلوقتي. وبتاخد الحباية وبتطلب منه يرجعوا تاني على السرير، لأنها دايخة بسبب اللي هما فيه. ويشوف ديفيد قدامه درج مقفول تحت التليفون، وبياخد الحلق بتاع سارة وبيقدر إنه يفتح الدرج بيه، وبيلاقي إن فيه كتابين وبتاع صورة لواحدة متصورة عند برج إيفل في فرنسا، وممضي على الصورة باسم ريتا. ما بيكونش هما الاتنين عارفين مين ريتا دي أصلا. ويقولوا هما الاتنين إنهم كانوا في فرنسا، سارة في رحلة دراسية لمدة سنة، وديفيد كان في رحلة مع صاحبته لكن الرحلة كانت سيئة. ويتحركوا بعدها على الصورة المجوفة، ويلاقوا فعلا إن في كاميرا ورا الصورة دي بتراقبهم. وبعدها بيلاقوا التليفون بيرن، فبيجروا عليه وما بتلاقيش سارة حد بيتكلم، لحد ما بتسمع صوت معزوفة معينة بتكون عارفة إنها المعزوفة المفضلة لماريو جوزها، وبتتأكد إن الأوضة دي بسبب ماريو وإنه ورا كل اللي بيحصل. وبتقول لديفيد إن جوزها شخصية مرموقة جدا في مكان العلوم الدقيقة، وجمعهم هما الاتنين في الأوضة دي عشان يعمل أبحاثه عليهم بخصوص رقم 2، وإنه كرس حياته كلها للأبحاث في رقم 2. فبيسألها ديفيز مش معنى 2، لأنه رقم عادي جدا. فبتقوله إنه مش رقم بسيط عند ماريو، لأن رقم 2 هو أصغر عدد أولي وأول عدد زوجي وأساس النظام الثنائي، وهو الرقم الوحيد لو اتجمع على نفسه أو اتضرب في نفسه أو اترفع على الأس نفسه بيدي نفس النتيجة، وهي 4. وكان أفلاطون وفيثاغورس عارفين أهمية الرقم ده، لأنه أساس الازدواج زي اللي هما فيه، وإن اللي هما فيه ده عقاب من جوزها ماريو لأنه فاكرها بتخونه. واللي يثبت صحة كلامها إن هما الاتنين في أوضة وفي لوحتين قدامهم، ولقوا كتابين في الدرج، والحلق بيتكون من قطعتين، وإنه هاجرها من أسبوعين بالظبط. بس الغريبة ليه ديفيد معاه في الأوضة، واشمعنى هو بيعترف لها إنه زي ما في فتيات ليل، هو شغال فتى ليل لكل في سرية بدون ما حد يعرف، وليه عملاء من السيدات اللي بيطلبوه. فبتقوله إن أكيد في زوج عرف اللي بيعمله وقرر إنه ينتقم منه هو كمان. وبيسألها هل ماريو مجنون لدرجة إنه قادر يقتلهم، فبتقوله إنه ممكن يعمل أي حاجة. وبيقطع النور عليهم وبيدوروا على أي حاجة تفك الخيط اللي ما بينهم، وبيرجع النور تاني وبيكونوا وصلوا الحمام. فبيكسر ديفيد المراية وبيحاول إنه ياخد قطعة من المراية ويقطع بيها الخيط، بس إيده بتبقى بترتعش ومش قادر إنه يثبتها. فبتاخدها سارة منه وبتحاول إنها تقطع الخياطة، لكنها بتكتشف إن الخياطة موجودة في أكتر من طبقة تحت بعض عشان ما يتقطعوش بسهولة. وبينهاروا هما الاتنين وبيفضلوا يشتموا في روميو على أساس إنه سامحهم، وعلى أساس إن هو السبب في اللي بيحصل. وبيتحركوا بعدها على السرير سوا، وبيبدأ ديفيد يفكر إنه قابل واحد في حانة من يومين أما كان سكران، وطلب منه إنه يعمل علاقة مع مراته. ومع إنه شك في الموضوع ده ولكنه وافق، لأن الراجل عرض عليه كمية فلوس كبيرة ومقدرش إنه يرفضها. فبتقوله سارة إنه يشرح شكل الراجل اللي قابله، وبيقولها إنه مكانش فاكر شكله كويس بسبب الضلمة، لكن كان بدقن ولابس نضارة وكان في آخر الخمسينات. وبتأكد سارة إن اللي كان معاه هو روميو، وإنه حضر لكل اللي بيحصل من مدة، وإنهم هيموتوا هما الاتنين في المكان ده بسبب جنون جوزها. وبيرن التليفون من تاني، فبيتحركوا عشان يرد عليه، وبتسمع سارة صوته فبتتأكد إنه مش جوزها. وبعد ما بيقفلوا السكة معاه، بتقوله سارة إن ده مش روميو جوزها ولا صوته حتى، وإنه شخص مختلف. وبيقول لها ديفيد إنه ممكن يكون عدو جوزها أو حد عايز ينتقم منه أو منها أو من ريتا اللي لقوا صورتها في الدرج. وبتاخد بالها إن ريتا اللي لابسة نفس الحلق اللي هي صحت ولقت نفسها لابساه. وبيحاولوا يفتكروا مين ريتا دي أصلا، وبيرجعوا يقعدوا على السرير تاني، وبيلاقوا إن النور قطع في الأوضة وفي صوت بيتحرك. أول ما النور بيرجع بيلاقوا صندوق محطوط قدامهم، وبيتحركوا ناحيته وبيلاقوا فيه أكل. من غير تفكير بيقرر ديفيد إنه ياكل منه حتى لو كان مسموم، لأنه هيحب يموت وهو شبعان أحسن ما يموت وهو جعان. وساعتها بتسأله سارة عن إزاي عارف إن الأوضة فيها كاميرات تصوير بتصوره، فبتقول لها إن الريموت اللي لقاه بتاع تشغيل كاميرات المراقبة، لأنه مركب كاميرات زيها في بيته عشان يصور زباينه ويبتزهم بالفيديوهات اللي معاه.
فبتتضايق سارة أكتر منه من اللي بيعمله، وبيقول لها اللي بيعمله ملوش علاقة بحسبتهم حاليا، وإنه حكالها عشان تثق فيه أكتر، وده عكس اللي حصل، لأنها اشمئزت منه من اللي بيعمله. بيحاول يهديها أكتر فبيتقرب زيادة عن اللزوم منها، بس النور بيطفي تاني. فبيقول لها ديفيد إن النور بيطفي كل ما هما بيقربوا لبعض، وفجأة بيلاقوا واحد داخل عليهم وهما في الضلمة، وبيكون في رقم 2 موشوم على رقبته، وبيطلب منهم إنهم يبعدوا عن بعض. فما بيسمعوش بكلامه لحد ما الراجل بيقرب منهم، فبيضربوا ديفيد برجله وبيخلي راسه تتخبط في الترابيزة، وساعتها بيغمى عليه على الأرض، وبيتحركوا فورا على الباب اللي دخل منه الراجل. وبيلاقي إن في صور متعلقة لتوأم ملتصق على الحيطة، وفي أخبار إن التوأمين اتولدت الدولة رعايتهم لأن والدهم بيعاني من مرض نفسي خطير، والأم ربما توفت لحظة ولادة التوأم. وساعتها بيقلقوا هما الاتنين، وتقوله سارة إنها كدبت بخصوص سنها، وإنها عندها 38 سنة. وبيكتشفوا إن هما الاتنين مولودين في نفس اليوم، وإن كل واحد عنده ندبة في جنبه مكان الجرح من وهو صغير. ويلاقوا إنه في صوت كلب ورا الباب، فبيخافوا إنهم يخرجوا منه، وبيكسروا الشباك اللي جنبهم، وبيلاقوا إنهم في الدور الأرضي وقدامه أشجار، لكن بيعرفوا في الآخر إنها لوحة قدامهم. وبيخرجوا من الباب اللي ورا الكلب، فبيكتشفوا إنه في أقفاص كتير قدامهم فيها حيوانات ملتصقة ببعض. وبيظهر إن الراجل اللي كان معاهم مغمى عليه فاق واختفى من مكانه. وبيفضل ديفيد وسارة يتحركوا في الأوضة اللي هما فيها، ويشوفوا قدامهم روميو وهو ميت. ويظهر الخاطف قدامهم، ويقول لهم إن أخيرا هرب من مستشفى المجانين عشان يجمعهم من تاني ويربيهم سوا زي ما كانوا مولودين. بيقول لهم إن هو أبوهم اللي اتحبس وملحقش يربيهم ولا يشوفهم حتى، لأن الشرطة قبضت عليه وحبسته. وساعتها بيحاول ديفيد إنه يضرب عليه نار، لكن أبوهم بيهجم عليه ويضربه بالرصاص، وبتيجي رصاصة في رجل ديفيد ومبيقدرش إنه يتحرك. وساعتها بتشوف سارة قدامها سكينة، وتحاول تستحمل الألم وهي بتفصل نفسها عن ديفيد أخوه، وبيقول لها إنها لازم تهرب وتجيب له مساعدة، وإلا هيموتوا هما الاتنين. وبتخرج سارة من المكان اللي هي فيه، وبتلاقي نفسها وسط جبال جليد ومفيش حد تطلب منه يساعدها. وبتسيب ديفيد وراها، وبيكون أبوهم لسه عايش، ويقول لديفيد إنهم منفصلين ضعاف جدا، إنما لو سوا هيبقوا أقوياء بكتير. فبيروح ديفيد ناحية المسدس وبيقتل أبوه، ويحاول إنه يهرب من المكان، لكن بسبب النزيف اللي عنده بيموت. وتموت سارة بعدها لأنها ما بتلاقيش حد يساعدها. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.